محمد مرسي لهم بأنه لا يؤيد قضية المجلس الرئاسي المدني، وأن الإخوان يفضلون السير قدما في الإعادة. كيف نظرت إلى هذا الاجتماع وما رشح منه؟ يعني هو هذا الاجتماع لا يبعد كثيرا عن كل التحركات التي تجريها القوى المحسوبة على الثورة المصرية، ولكن للأسف الشديد بدون وجود قاعدة اتفاق حقيقية بين كل تلك القوى، وهذا هو ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. لو أن هذه القوى الثورية أو المحسوبة على الثورة قد تغاضت قليلا عن المصالح الشخصية وعن المصالح الجهوية التي تتبعها، لكان الأمر مختلفا تماما. لو كان هؤلاء المرشحون، انظر كم حصل الثوار على أصوات، سوف تجد أنهم حصلوا على حوالي 65% تقريبا. نعم، هذا إذا ما جمعنا أصوات المرشحين المستبعدين مع الدكتور مرسي. نعم. نعم. لو كان هؤلاء الثوار اتفقوا على ما يسمى بهذا المجلس الرئاسي، ولكنه يكون ضمن السياق القانوني والدستوري، تجرى الانتخابات، المرشح الثوري يفوز يكون هو الرئيس، السادة ممثلين باقي القوى الثورية إما نواب للرئيس أو رؤساء أو رئيس للحكومة، أو توزع هذه التركة الثقيلة من المسؤوليات عليهم جميعا، ولكن بعد أن يتوحدوا في مواجهة قوة واحدة هي محسوبة على النظام السابق. ما يجري الآن هو إعادة لإنتاج هذه الخلافات، وإعادة لإنتاج طاحونة الأمل التي يترقبها الشعب المصري، والتي يبدو أنها طاحونة هواء ما زالت حتى الآن بسبب استئثار كل طرف على بمصلحته الخاصة. الإخوان ما الذي يجعلهم الآن يخوضون في هذا ما يسمى بالمجلس الرئاسي المدني؟ نعم. وما الذي يجعلهم يتنازلون عن فرصة ذهبية تلوح لمرشحهم السيد محمد مرسي بالفوز بمقعد الرئاسة، ثم بعد ذلك يجرون ترتيبات مع باقي القوى الوطنية المحسوبة على الثورة وباقي مكونات القوى السياسية على أن يتم تقاسم منظومة الحكم فيما بينها. الآن الإخوان المسلمون هم أول من يرفض مسألة المجلس الرئاسي المدني، وإن كانوا يشاركون بقوة في الميدان، ولكن من جهة مصلحتهم. نعم. وهو استبعاد أحمد شفيق باعتباره منافس شرس للسيد محمد مرسي وليس إلا. أما أن يتنازلوا عن فرصة الرئاسة أنا لا أتصور أبدا. يعني أنت تقصد أنهم يستبعدون المشاركة في مجلس رئاسي مدني، وأنهم لا يريدون أن يفوتوا الفرصة، وبعد الحصول على مقعد الرئاسة بالإمكان التفاوض من موقع قوة في ذات الوقت. هم يريدون الاستفادة من هذه القوة الثورية للتقليل من فرص الفريق شفيق ولزيادة فرص محمد مرسي، لأنه في الحقيقة الشارع المصري الآن منقسم. يعني من يصور أن الشارع المصري كله ضد أحمد شفيق هذا غير صحيح. دعنا نقول الحقيقة. السيد محمد مرسي والسيد أحمد شفيق فرصهما تكاد تكون متساوية، تتأرجح بين الاثنين إلى زيادة ونقصان. هناك فئات كثيرة تؤيد أحمد شفيق. يعني دعنا لا ندفن رؤوسنا في الرمال. أحمد شفيق حصل على نسبة لا بأس بها من الأصوات بفارق بسيط جدا مع محمد مرسي، وهذه النسبة ما زالت قائمة. يضاف إليه ما سوف يستقطع من الأصوات التي أعطت للمرشح الآخر المحسوب على النظام هو السيد عمرو موسى، ومجموعة الناس المسمون حزب الكنبة الذين لا يشاركون بشكل جدي، ولكنهم يريدون أو باحثين عن الأمن باعتبار أنهم يرون في أحمد شفيق هو من سيحقق الأمن وفقا لرؤيتهم، وأن هذا الوضع الذي يزداد اشتعالا يوما بعد يوم سوف ينتهي من خلال ما يعد به أحمد شفيق وغيره. السيد محمد مرسي أيضا أصواته لا تزيد كثيرا عن أحمد شفيق. هناك الكتلة التصويتية الأساسية للإخوان المسلمين، وهناك الكتلة التصويتية جزء كبير من السلفيين، وهناك من سوف يعطي أحمد شفيق مرسي نكاية في أحمد شفيق. إذن يجب أن نعترف أن هناك قوتان الآن على الأرض، فالإخوان المسلمون يسعون بكل قوة أن يزيدوا من فرص السيد محمد مرسي، وهذا حقهم طبعا. هذا سباق رئاسي، وهذا أرفع مقعد في الدولة وأرفع منصب في الدولة، من حق أي شخص أن يسعى إليه بطرق قانونية ومشروعة. ولكن المشكلة الخاسر الأكبر
هو القوى الثورية الآن التي تظهر من خلال تلك المليونيات والتظاهرات أنها تعطل المصالح وأنها غير متفقة حتى الآن للأسف الشديد. وهذا طيب. النقد جاء من داخل ثوريين مشاركين في الثورة طيب. وأحداثها منذ بدايتها. جميل جدا. كان يجب أن يتفق هؤلاء المحسوبون على الثورة ولو لمرة واحدة لصالح مصلحة الشعب المصري، متناسين بعض الشيء مسألة من يكون في المقدمة ومن يليه ومن يليه. طيب، هو حقيقة بعد هذا الاجتماع كان هناك طلب من الدكتور محمد مرسي لمهلة من أجل التشاور مع الجماعة. في ذات الوقت أبدى استعداده لأن يمنح مقعدي نائب رئيس الجمهورية لشخصيتين غير إسلاميتين على أن يكون موقع إجماع جماهيري وثوري. من وجهة نظرك في الوقت الذي يحاول الإخوان الآن دعم حملة الدكتور مرسي من خلال التيارات الثورية، طلب المهلة من قبل الدكتور مرسي لمشاورة الجماعة، هذه لنقل هذا التصرف، هذه الوقفة، هل تصب في مصلحة الدكتور مرسي أم ستظهره أمام القوى الثورية بأنه يرجع في قراره إلى مرجعية ما لا بد له أن يشاورها في كل شاردة وواردة؟ ليس فقط القوى الثورية، هذا الكلام قاله أحمد شفيق نفسه في أكثر من حديث تلفزيوني وصحفي. قال أن من سيحكم مصر ليس محمد مرسي ولكن مكتب الإرشاد والمرشد العام ونائبه خيرت الشاطر. وهذه الأحداث تصب في صالح تكريس هذا المفهوم. طيب. أن السيد محمد مرسي ليس مستقلا برأيه وإنما له مرجعية يجب أن يعود إليها ليس فقط الآن ولكن أستاذ محمود، البعض يرى أن هذا ربما يكون، يعني أنا أنقل لك وجهة نظر الأخرى لكي أكون موضوعيا. البعض يرى هذا قد يكون تجنيا على الدكتور مرسي الذي وقال عنه الإخوان أيضا بأنه سيكون في حل من أي بيعة مع الجماعة فيما لو انتخب رئيسا لجمهورية مصر، وأنه سيكون مستقلا بقراره وأنه سيكون رئيسا لكل المصريين. كيف ترد على هذا الكلام؟ لا طبعا أنا يعني لا يمكننا أبدا التشكيك في شخص السيد محمد مرسي. أنا أقول لك ما يقال وليس هذا كلامي. طبعا بالتأكيد عندما يجلس شخص على مقعد رئيس الجمهورية ربما يتشاور مع حلفائه، ربما يأخذ الرأي، ولكن لا يمكن أبدا أن تكون الكلمة الأخيرة لشخص دونه. وأنا أريد أن أزيد هنا أمرا هاما. السيد محمد مرسي في الحقيقة عرض تنازلات، إذا جاز لنا أن نسميها ذلك، تنازلات كبيرة جدا. أولها مسألة مناصب نائب رئيس الجمهورية. ثانيها منصب رئيس الوزراء الذي قال أنه ليس بالضرورة أن يكون من حزب الحرية والعدالة. قال أنه سوف يستعين بمستشارين عدد كبير جدا، مجموعة رئاسية لنقل وليس مجلس رئاسي، لنقل مجموعة رئاسية ربما يكون لها دور كبير وأثر فعال في قرارته. وأنا أتصور أن القوى الثورية الآن مطالبة أن تحسم أمرها إما مع وإما ضد. هذه المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها القوى الثورية لا تقل أبدا عن وصول أحدهم إذا كان حمدين صباح أو الفتوح إلى سدة الحكم. عندما يكون رئيس الوزراء من خارج حزب الحرية والعدالة هذا مكسب كبير، وهذه مشاركة لقوى فاعلة في الجماعة الوطنية المصرية. عندما يكون نواب الرئيس الذين لهم صلاحيات لن تكون بالتأكيد محدودة، هذا أيضا مكسب يجب أن يحافظ عليه القوى الثورية والمجموعة التي تحسب على القوى الوطنية المصرية. إذن يجب أن اتخاذ قرار لأن الوقت المتبقي أصبح قليلا جدا، ويجب اتخاذ قرار حتى يتم إنقاذ ما تبقى من نفس ثوري موجود في الشارع، وحتى يعني يتم تقديم برهان للغالبية العظمى من الجمهور المصري بأن تلك القوى الثورية لا تتكالب على السلطة وليست صراعاتها صراعات سلطة. جميل جدا، بدون تكالب على السلطة، وليس هناك يعني سعي من أجل السلطة بدون يعني مبررات لنقل ثورية وشعبية. ولكن البعض يقول وما قيمة منصب نائب الرئيس إذا كان الرئيس نفسه لحد الآن غير محدد الصلاحيات، إذا كان الرئيس ربما يأتي مكبلا بتشريعات تجعل السطوة هي للبرلمان، وربما يكون هذا المنصب منصب نائب الرئيس يكون يعني ديكور فقط، عبارة عن منصب تشريفي لا أكثر ولا أقل، ولكن يستفاد منه لحشد شعبي ثم بعد ذلك سيكون نائبا شرفيا لا أكثر.
يا سيدي هذا النوع من الجدل لا يفضي إلى شيء. أنت تدور في دائرة مفرغة. هذا جيد، لا 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 هذا غير جيد. هذا يمكن، لا 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 هذا ليس له فائدة. ولكن هذا ما يطرح. لا 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 هذا ليس. ما هذا الجدل والعبث بمصالح الوطن؟ أنت تتحدث عن دولة بحجم مصر، تتحدث عن مرحلة تاريخية يجب أن يكون فيها قرارات حاسمة، يجب أن يتحمل الجميع المسؤوليات، يجب أن يتعامل الجميع مع ما يتطلبه الموقف من مسؤولية سيحاسبهم عليها التاريخ. مسألة هذا الجدل العقيم حتى يأتي يوم الانتخابات وهناك من يقول أنه لا يجب حتى إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، معناه أن ولكنها بدأت بالفعل. هي بدأت بالفعل في مراكز تصويت يعني خارج. هذا نوع من العبث. يعني هذا نوع من إذا أنت كأنك تتهم مجموعة من القوى السياسية بالعبث، ربما مثل ما وصفه البعض الآن في الصحافة المصرية بأن هناك سذاجة سياسية بالحديث عن هذه الأمور، فيما أن الأمور القانونية والدستورية تأخذ مجراها باتجاه جولة الإعادة. نعم. طيب أستاذ محمود، هناك يعني تصريح أيضا من حملة مرسي، تبدو أن حملة الدكتور مرسي تتعامل مع الأمور بواقعية شديدة وبعملانية شديدة، حيث أنهم مستمرون بالفعاليات مع الثوار، وملتزمون بالمشاركة بالمليونية، إلا أنهم ماضون قدما في قضية الانتخابات والذهاب إلى جولة الإعادة. كما أن اليوم كان هناك تصريح من السيد الدكتور محمود حسين الأمين عام لحركة الإخوان المسلمين، وقال عن فكرة المجلس الرئاسي: فكرة المجلس الرئاسي جيدة لكنها غير قابلة للتطبيق. إذن الإخوان يدركون تماما كيف يتعاملون مع الموقف، ولكنهم ربما يسايرون الثوار فقط. يعني هذا هو ما يزرع أو يروي بذور الشك الموجودة بين عدد لا بأس به من القوى الثورية والإخوان المسلمون، أنهم يتعاملون ببراجماتية مريبة مع الأمور ويسعون فقط لمصالحهم وليس لمصالح هذا ما يقوله قطاعات عريضة من الثوار. ولهذا تجد أن الاتفاقات متعثرة مع الإخوان المسلمون، حتى إذا وصلوا إلى توافقات يقال توقع عقود كما لو أنك تبيع وتشتري. أنا أخشى أن تمضي هذه العجلة وهذه الدائرة المفرغة التي لن تفضي إلى شيء، ثم بعد ذلك نجلس نحن الشعب المصري جميعا ونبكي على اللبن المسكوب. هذه المرحلة التاريخية تتطلب قرارات حاسمة وتنازلات موجعة من الجميع، وأن يضحي الجميع بكل المصالح لأجل مصلحة مصر. هذه الفرصة إن فاتت فأنا أتصور أننا نذهب في مصر إلى المجهول الذي لا نريده لا لمصر ولا لشعبها. يجب أن يقف الجميع وقفة واحدة، وأن يسكن من يسكن داخل القصر الرئاسي، ثم بعد ذلك لنتكتل لنحاسبه، سواء نبقيه أو نخلعه من مكانه كما خلع حسني مبارك. إذن أنت تدعو أستاذ محمود إلى وتغليب المصلحة العليا لمصر. هذا المخرج الوحيد. جميل جدا. إذن دعني استقبل معنا الأستاذ مصطفى النجمي، المتحدث الرسمي لشباب الثورة، معنا عبر الهاتف. أهلا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بك أستاذ مصطفى، أنت الآن في ميدان التحرير؟ أيوة يا فندم بالفعل. نعم، حدثنا عن ميدان التحرير الآن، أعداد المتظاهرين، أبرز الشخصيات المتواجدة. يعني ميدان التحرير